السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ميت أهلا وسهلا فيكم يا أحلى طلاب بالعالم، طلاب الصف الثامن الأعزاء. في حل أسئلة الدرس الأول، حالات خاصة من ضرب المقادير الجبرية. بتمنى منك إذا لسه مش مشترك بالقناة إنك تشترك وتعمل لايك وشير للفيديو وتفعل زر التنبيهات. خلينا نبلش بالجزء الأول من الأسئلة. احكي لي أجد ناتج كل مما يأتي بأبسط صورة. هون عندي بدي أفك التربيع، الحدين بيناتهم طرح، فبنفكه كالآتي. بنحكي الأول تربيع ناقص 2 في الأول في الثاني، يعني 2 ضرب سالب 10 سالب 20 في اتش زائد 100. هيك بنكون فكينا التربيع، وهاي عندي أبسط صورة للمقدار. خلينا نروح للمقدار اللي بعده اللي هو السؤال الثاني. عندي y ناقص 2x الكل تربيع، بفكها بنفس القاعدة. y تربيع ناقص 2 في الأول في الثاني، يعني ناقص 4x y زائد 4x تربيع. طب اللي مش فاهم شو اللي صار بالحد الأوسط، هلا الأول تربيع يعني الواي. طيب هلا بعديها الحد الأوسط بدي أضرب عندي 2 في سالب 2x في سالب 2x في واي. فلما بنضرب 2 بسالب 2 بيطلع معي سالب 4، وإكس وواي بتنزل زي ما هي. من هون أجت عندي الصيغة اللي أمامكم يا ثامن. طبعا كل ما تدربت أنت أكثر كل ما صار الأمر عليك أسهل. خلينا نروح للسؤال الثالث. بدنا نفك التربيع بنفس الطريقة. الأول تربيع ناقص 2 في الأول في الثاني. طب ليش هون كلهم رح يكون ناقص؟ لأنه الحد الثاني طرح، فبالتالي لازم يكون عندي الحد الأوسط سالب. تمام؟ فبينتج معي 25 ناقص 30x زائد 9x تربيع. تمام، خلصنا هاي المجموعة. نروح للمجموعة اللي بعدها. احكي لي أجد ناتج كل ما يلي بأبسط صورة. هون رح نمشي على نفس القاعدة، ولكن عندي الحد الأوسط رح يكون موجب. تمام؟ خلينا نبلش بالسؤال الخامس والسادس. بدي أخلي الرابع شوي. الأول تربيع يعني R تربيع. هلأ هون رح يكون عندي 2 مضروبة في الأول مضروبة في الثاني، فبنتج معي زائد 16R زائد 64. نروح للسؤال السادس. بنتج معي 4N تربيع زائد 2 في الأول في الثاني، 2 ب2 4 ب3 12 N زائد 9 تربيع الثلاث، لأنه عندي 9. طيب نرجع للسؤال رقم 4. هون بدي أوزع، بدي أضرب 5C بال5C وأضربها بال2B، هاي الخطوة الأولى. فبنتج معي 25 C تربيع زائد 10B. هلا بدي أضرب ال2B بال5C بال2B، فبنتج معي زائد 10. طبعا هون ما ننسى C، موجود عندنا C. طيب زائد حكينا 10 BC زائد 4 B تربيع. طبعا بدي أفصل لك المسائل عن بعض عشان ما تفكرش إنه يخشوا ببعض هيك وتتخربط. طيب هلأ بدنا نبسط المقدار قدر الإمكان لحتى نحصل على أبسط صورة. هلأ رح يضلهم زي ما هم،
بس راح أجمع 10 بي سي مع 10 بي سي، بتطلع عندي 20 بي سي، وبنزل 4 بي تربيع وال25 سي تربيع. ما بنسى إنه هون عندي زائد، وهون عندي بتنزل 4 بي تربيع. تمام، نروح لسؤال 6. خلصنا منه. تمام، إذا هاي المجموعة كلياتها خلصناها. نروح للمجموعة اللي بعدها. أجد ناتج كل مما يلي بأبسط صورة. هون بدي أركز بإني أنا ما بدي أضيع على حالي وقت كثير. إذا عندي فرق بين مربعين بدي أنتبه علشان أحله بطريقة أسرع من غير ما أقعد أوزع. بهاي الطريقة بتصير الموضوع معي أبسط. هلأ بلاحظ إنه السؤال السابع عبارة عن فرق بين مربعين، فأصله كان عندي m تربيع ناقص 49. يعني هاي الام لما توزعت على القوسين كانت ام تربيع، وكان عندي ناقص، والسبعة ضرب 7 كانت 49. هون كمان كان عندي فرق مربعين. إذا كل هاي المجموعة عبارة عن فرق مربعين يا تعمل. كانت 4 دي تربيع بس توزعت على القوسين ناقص 9. السؤال التاسع عندي كانت 4 ناقص x تربيع، وأكيد y تربيع. تمام، خلصنا هاي المجموعة بسرعة كبيرة. خلينا نروح للسؤال أو المجموعة اللي بعد. السؤال اللي بعده بحكي لنا استعمل الحساب الذهني لإيجاد ناتج كل مما يلي. الحسابات الذهنية طبعا بتساعدني بتربيع الأعداد اللي هي بتكون صعب إني أربعها يعني بطريقة عادية أو عن طريق خوارزمية الضرب. بربعها عن طريق إني أجزء الرقم إلى جزئين وبربعه بالتدريج. يعني كيف؟ مثلا 103 الكل تربيع أو 103 تربيع، كيف بدي أسويها؟ بحكي هي عبارة عن 100 زائد 3، وبتصير عندي مجموع حدين، مجموع مربع حدين. فال100 تربيعها رح يكون 10,000، والثلاث تربيعها 9. فبجمع الآن بيطلع معي 9 زائد 0 9، وبنزل 3 أصفار والواحد تنزل، فبالتالي طلع معي 10,000.9 تربيع 103 تربيع. خلينا نروح للسؤال اللي بعده. الآن بدنا نفك التربيع عن طريق إني بربع 100 بتصير 10,000 زائد 2 في الأول في الثاني، يعني حيطلع معي 2 ب3 6 ضرب 100 600 زائد 9 حينتج معي 9 0 6 وحينزل معي 0 1. هاي هي تربيع 103. تمام، اللي هي 10,609. طب نيجي 1007 تربيع. هي عبارة عن 1000 زائد 7 الكل تربيع. بنفك التربيع بتصير عندي هون مليون، قدامها 6 أصفار زي ما انتم شايفين هيك، زائد 2 في الأول في الثاني، يعني 14,000 زائد 49. بجمع الآحاد مع الآحاد، العشرات مع العشرات إلى آخره، فبنتج معي 9 4 0 4 1 0 1. الآن 95 الكل تربيع هي عبارة عن 90 زائد 5 الكل تربيع
التربيع الأول يعني 8100 زائد 2 في الأول في الثاني حينتج معانا 900 زائد 25. بنجمعهم الآن مع بعض فبنتج عنا 5 2 0 0 9. طيب نروح ل 991. طبعا هون مش شرط دائما نستخدم الجمع، ممكن نستخدم الطرح. فممكن نحكي هي عبارة عن 1000 ناقص 9 الكل تربيع. يعني بدي أفرجيكم جميع الحالات. بإمكاننا زي ما حكينا نستخدم الطرح. فعندي تربيع 1000 حيكون مليون، واثنين في الأول في الثاني حينتج معي ناقص 18000 زائد 81. فبينتج معانا 1 8 0 2 8 9 يلي هي 982081 هي تربيع 991 تربيع. بإمكانك تستخدم الجمع عادي، بس يعني الواحد بشكل حتى يعني يسهل مرات على حاله الحل. طيب بالنسبة لل49 هي عبارة عن 50 ناقص 1، وال51 هي عبارة عن 50 وزادوا عليها 1. فبالتالي هي عبارة عن فرق مربعين. بإمكاني أكتبها 2500 ناقص 1، فبنتج معي 2499. تمام، خلصنا من هاي المجموعة. نروح للمجموعة اللي بعدها. أجد مساحة المنطقة المظللة في كل مما يلي. نبلش بسؤال 15. بنلاحظ إنه عنا الشكل الأول مربع والشكل الثاني كمان مربع، وهو بده مساحة، ومساحة المربع دائما هي عبارة عن سايد تربيع أو عبارة عن ضلع تربيع. فالضلع عندي أنا هون مش مجهول، معلوم. بالمربع الأول عندي هو عبارة عن m زائد 3، فبحكي m زائد 3. يعني بدي أجمع مساحة المربع الأول مع مساحة يعني area 1 زائد area 2. area 1 حتكون طول الضلع وعليه تربيع، زائد المساحة الثانية نفس الإشي طول الضلع والكل عليه تربيع. بنفك التربيع. هون عندي m تربيع زائد 6m زائد 9 زائد بنزلها m تربيع زائد ناقص 2m زائد 1. بجمع الحدود المتشابهة. عندي بدي أجمع الm مع الm، بنتج عندي 2m تربيع. بجمع 6m مع السالب 2m، فبنتج معي موجب 4m. وبجمع 9 مع 1، فبنتج معي زائد 10. بإمكاني أبسطها بإني أقسمها كلها قسمة 2 عشان أبسطها. بإمكاني أخليها زي ما هي، ما فيش أي مشكلة. تمام. إذا ما بدك تبسط عادي، هاي خطوة يعني أصلا هي مش مطلوبة، بس أنا بحب أحترم عقل الطالب، بحب أنقله لأفق أبعد من المطلوب لحتى يتعود على الأشياء المطلوبة منه في السنوات القادمة. طيب
خلينا الآن نشوف السؤال السادس عشر. بده مساحة المنطقة المظللة فقط، تمام؟ المنطقة المظللة من غير المثلث، والمثلث واقع جوا المربع الخارجي هذا، مربع جواته مثلث بدي أشيل منه المثلث، فبحكي الاريا للمربع مطروح منها الاريا للمثلث تنتج معي مساحة المنطقة المظللة، مساحة المنطقة المظللة. فبحسب مساحة المربع عبارة عن الضلع تربيع 3 واي الكل تربيع ناقص مساحة المثلث. انت عارف مساحة المثلث هي نص القاعدة في الارتفاع، عندنا القاعدة هون 2 اكس مضروبة بإكس، عندك هون ضرب إكس، فبنتج كالآتي 9 واي تربيع وجوات القوس عندي حتروح الاثنين اللي في البسط مع الاثنين اللي في المقام حيصفي عندي إكس تربيع، تمام؟ هدول عبارة عن فرق مربعين بس، خلص هو ما بده أكثر من إنك توجد له الصيغة هاي، وما بده تبسيط لإلها، ما بده أي خطوات إضافية. فهي مساحة المنطقة المظللة وهو المطلوب. ننتقل الآن يا أعزائي إلى مسك الختام وإلى السؤال الأخير، وهو سؤال عن السيارات. يبين الشكل مجاور نافذة لسيارة على شكل شبه منحرف. اكتب مساحة النافذة بدلالة X ثم أجد المساحة عندما X تساوي 56. هلا في قانون لمساحة شبه المنحرف، الاريا له بتساوي مجموع القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية، يعني الضلعين المتوازيين بجمعهم بقسمهم على 2 بضربهم بالارتفاع بيطلع معانا اللي هو المساحة. هلا القاعدة الأولى X، القاعدة الثانية زائد X زائد 2 مضروبين بالارتفاع اللي هو x ناقص 1 مقسوم على 2. الآن بدي أكمل بالجهة هاي، x و x بتساوي 2x زائد 2، بإمكاني أختصر مع الاثنين اللي هون. هلأ بنقسموا الحدين على 2، طبعا ما ننسى إنه مضروبين بx ناقص 1. هلا هون بس نختصر الاثنين مع الاثنين مع الاثنين، بصفي عندي x زائد 1، هون بصفي عندي x ناقص 1 عبارة عن فرق مربعين، فالمساحة هون حتكون x تربيع ناقص 1، وهي أبسط صورة للمساحة. لحد هون بنكون خلصنا حل الأسئلة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. إلى اللقاء في الحصة القادمة.